في ادوات اساسيه جدا لازم تجيبيها، وفي حاجات ثانويه ممكن تبقي تجيبيها قدام لو عجبك قوي الموضوع وعايزه تبقي بروفيشنال اكتر ومحترفه اكتر وتطلعي الحاجه بدقه وفينش نظيف. اول حاجه لازم تجيبيها هي فرش الديكوباج. دي بتكون شعرها ناعم ومش بتوقع شعر وانت بتستخدميها. ممكن تستخدميها للتلوين او للزق المناديل وكمان للعزل. وفي ساعات طقم برضو بيتباع كده، واحده عريضه برضو، والصغيرين دول لو عايزين تكملوا مثلا فرع شجره ترسموا بيه او او تجيبوا في الصينيه في الاركان بتاعتها مش عارفين توصلوا بيها، الفرش الرفيعه دي بستخدمها فيها، بس دي احلى في الرسم. وتاني نوع فرش هي الفرش المدق، ودي بستخدمها للستنسل عشان يطلع الرسمه مظبوطه وما تسيلش مني، وهتشوفوا برضو ازاي هنستخدمها في الفيديوهات الجايه. مهم برضو يبقى معايا سفنج، لو انا متقدمه شويه ممكن اجيب الرول السفنج دي هتسهل عليا اكتر من السفنجه. مهم برضو اجيب صنفره من عند الموان، والصنفره كل ما رقمها زاد كل ما بقت ناعمه، وكل ما رقمها بقى صغير قوي كل ما بقت خشنه قوي. تعالوا نراجع عليهم. محتاجه فرش عشان الزق بيها المناديل والون واعزل، محتاجه فرش مدق عشان الستنسل، وسفنج عشان الفينش يبقى نظيف، ومحتاجه كمان الصنفره علشان برضو الفينش يبقى نظيف. اختياري بقى ممكن تجيبي الفرشه المروحه دي علشان بنفرد بيها المنديل لما تبقي محترفه في طريقه كده للمناديل، بنبل المنديل خالص وبنقعد نفرده علشان ما يكرمش من، فالفرشه المروحه بتفيدني جدا في الطريقه دي. اما سكينه الرسم الزيت بستخدمها في ان انا اعمل المعجون البارز او ان انا ارمم الحفر، ودي برضو ثانويه انا ممكن استبدلها بكارت. يلا نبدا في الفيديوهات الجايه، مع السلامه.